بالنسبة لواحد طول عمره الإنجليزي يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة له، لدرجة إنه وصل للعقدة، على طول بيضيع منه درجات، وحتى طولة السنة في تالتة ثانوي ولحد قبل المراجعة النهائية مش عارف يظبطه وعامل له مشكلة كبيرة، فيوصل لإنه يغلط غلطة واحدة بس في آخر السنة، فأكيد في حاجة حصلت. فأنا شايف إن ده أكتر فيديو ممكن يفيدك بالنسبة للإنجليزي، لإني هنقلك تجربتي كاملة وعملت إيه في المراجعة النهائية عشان أقدر أحل العقدة دي. فيعني بص من الآخر يا معلم، أي حاجة أنت محتاج تعرفها على إنجليزي وعن المراجعة النهائية فهتلاقيها في الفيديو ده إن شاء الله. فكمل معايا الفيديو للآخر عشان بإذن الله بعد الفيديو ده هيكون الإنجليزي بالنسبة لك يعتبر أسهل مادة وأكتر مادة مضمونة بالنسبة لك. طب إن شاء الله هنتكلم عن إيه في الفيديو ده؟ اول حاجه هنمسك الانجليش فرع فرع واقول لك تعمل في كل فرع منهم ايه بالظبط، يعني الكلمات تحفظها ازاي وتعمل فيها ايه، الجرامر تعمل فيه ايه بالظبط لو لسه بالنسبه لك مشكله، اكلمك عن السكيلز والترجمه، البنكتويشن وعلامات الترقيم وتعمل فيها ايه بالظبط، وكل حاجه منهم هرشح لك مدرسين شارحينها مجانا هنا على اليوتيوب، فلازم تكمل معايا الفيديو للاخر. تاني حاجة شكل الامتحان والأسئلة بتكون عاملة ازاي، وكل فرع منهم واخد قد ايه من ورقة الامتحان، وازاي تتعامل مع الامتحان صح، وازاي تتعامل مع كل سؤال من الأسئلة سواء في الام سي كيو أو في المقالي أو في الترجمة. تالت حاجة لو لسه ما بدأتش خالص فجدول 7 أيام أو 8 أيام بالكتير تقدر تلم بيه المنهج كله، وهرشح لك برضو مدرس شارح المنهج كله وكل وحدة على بعضها بحيث انك تخلص المنهج في اسرع وقت ممكن. رابع حاجة تراجع مع مين ومين احسن مدرسين تراجع معاهم، وايه افضل كتب المراجعة النهائية عشان باذن الله بنسبة كبيرة تقدر تضمن الامتحان. خامس حاجة شوية تريكات وشوية غلطات اوعى تقع فيها ولازم تتجنبها. فيلا بسم الله انزل بس الاول اعمل لايك للفيديو وتعالى كمل. بص يا معلم، انت عندك الامتحان بيتقسم ل4 حاجات: ام سي كيو وتكست او القطعتين، عندك الترجمة وعندك الايسي او المقال. فتعالى واحدة واحدة كده نتكلم عن كل حاجة منهم بالتفصيل وأقول لك تعمل فيهم إيه بالظبط. أول حاجة عندك ال MCQ 17 سؤال ب 17 درجة، عندك 7 كلمات، 7 جرامر، 3 سكيلز. الكلمات هتعدي على كل يونت وتحفظ كلماتها كويس. كتب المراجعة بتلم لك كل الكلمات المهمة في كل يونت بحيث إنها تسهل عليك الموضوع شوية، ولازم تخلي بالك من المترادفات والمضادات والتعبيرات لأنه برضه بيسأل فيهم أسئلة كتير جدا وانت برضو بتهمله. كلمات القصة لازم برضو تعدي عليها وتمشي عليها كويس جدا، ولازم تركز كويس جدا على الفروقات اللي بين الكلمات اللي هو شرح الكلمات. يعني هتجيب كشكول وتبدأ تكتب فيه الكلمات الصعبة والكلمات اللي انت أول مرة تشوفها، والكشكول ده هيعتبر بمثابة المنقذ ليك ليلة الامتحان، وهقول لك ليه طبعا. نيجي لتاني حاجة وهو الجرامر. الجرامر يعتبر أصعب من الكلمات شوية لأنه بيحتاج إنك تفهمه كويس جدا وبرضه بيحتاج إنك تحفظه، عكس الكلمات انك مجرد ما تحفظها فانت بتقلبها وخلاص. وبتحتاج تفرق بين الزمن والتاني وكل قاعدة والتانية لأن معظم الأزمنة قريبة من بعض، فأنت في الكشكول اللي قلنا عليه فوق هتبدأ تفرق بين كل زمن والتاني وكل قاعدة والتانية، وهتبدأ تكتب اللي بيميز كل زمن عن التاني وشواذ كل قاعدة، لأن ده يعتبر أهم حاجة وأكتر حاجة هو بيسأل فيها. واسيب لك تحت لينك دكتور عمر عبد الفتاح يعتبر شارح الجرامر كامل، لو لسه عندك مشكلة في الجرامر فحاول تسمع الفيديوهات دي. نيجي لتالت حاجة وهي السكيلز. بص يا معلم، انت دلوقتي معاك حلين: يا اما تحفظهم زي ما هما كده، او بمعنى اصح تبصمجهم وتبدا تحل عليهم اسئله كتير جدا بحيث انك تثبتهم، او لو انت عاوز تفهم بقى فده موضوع تاني. هتبدا تشوف اي حد انت بترتاح لشرحه شارح السكيلز وهتبدا تسمع الفيديوهات دي. بعد ما تخلصها هتحل برضو كتير جدا بحيث انك تثبت المعلومه بسرعه جدا. يعني في كلا الحالتين انت محتاج تحل كويس جدا بحيث انك تثبت المعلومة. مع تكرار الأسئلة عليك وحلك الكتير بإذن الله هتلاقي الموضوع سهل. وهسيب لك تحت في الديسكريبشن كورس لمستر محمد جلاد شارح السكيلز كامل. بعد كده القطعتين وعليهم درجات كبيرة فانت لازم تكون ضامنهم لانك بجد سهل تحلهم، ومش لازم تكون عارف كل كلمة في القطعة ولا الكلام ده كله، كفاية جدا انك تكون فاهم هي بتتكلم عن ايه كويس جدا وتبدأ تحل. وهقول لك تكنيك تحل بيه هيساعدك جدا انك تضمن درجة القطعتين، بس لازم برضو يكون حصيلتك من الكلمات كبيرة جدا بحيث انك تفهم القطعة كويس جدا. فعاوزك اي كلمة غريبة واول مرة تشوفها تنقلها في الكشكول اللي اتكلمنا عليه بحيث في اخر السنة يكون عندك حصيلة لغوية او عدد من الكلمات كبير. وعاوزك كل يوم على الاقل تحل قطعة بحيث انك تتعود على الحل، ولان حل القطع بيجي بالممارسة، فكل ما تحل قطع اكتر هتتعود على طريقة الحل، فبالنسبة لك هيكون الموضوع أسهل. طب نيجي للتكنيك اللي المفروض تحل بيه واللي يساعدني جدا إن أحل القطع كويس.
اول حاجة انك بتبدأ تقرأ القطعة لأول مرة وتفهم هو عاوز ايه والقطعة نفسها بتتكلم عن ايه، وبعد كده هتنزل تقرأ الأسئلة وتفهمها كويس وتفهم كل سؤال عاوز ايه بالظبط، وهترجع للقطعة تقرأها المرة التانية وهتبدأ تجاوب بالراحة على الأسئلة. بالطريقة دي هضمن لك بإذن الله انك تحل القطعتين صح وتضمن درجتهم. نيجي للترجمة. انت صدقني لو انت محافظ كلماتك صح وفاهم الجرامر بتاعك كويس ومركز على السكيلز والبنكتويشن والحاجات دي كلها، اضمن لك انك تحل سؤالين ترجمة صح 100%. كده كده بالاستبعاد صح انك تحلهم بإذن الله. فانت بس ركز كويس جدا على علامات الترقيم والفروقات البسيطة اللي بتكون بين الاختيارات، وان شاء الله هتقدر تحلهم بسهولة جدا. نيجي بقى للإي سي أو المقال. فأنا للأسف في سنتي ما كانش موجود، فهسيب لك لينك لفيديو مستر محمد عدلي هيفهمك ازاي تكتب مقال كويس جدا وبسهولة تضمن درجة المقال. طبعا مش محتاج اقول لك انك لازم تكون فاهم القصة كويس جدا وعارف احداثها، وسيبك بقى من الافلام اللي تقعد تسمعها دي. فانا هسيب لك لينك مستر حسن النجار شارح القصه كلها، هتسمعها وان شاء الله هتفهم القصه كويس جدا. فلازم تبص بص على الديسكريبشن لان هسيب لك لينكات تانية مهمه جدا، زي مثلا سلسله انجليشاوي للسكيلز وحل القطع والترجمه وكتابه المقال وحاجات تانية ومدرسين تانيين، فلازم تبص على الديسكريبشن. طب يا عم عمر انا لسه لحد دلوقتي ما بداتش انجليش خالص او مراكم حاجات كتير جدا، فاعمل ايه؟ اقول لك يا ريس عيب، انا قلت لك مش هسيبك غير لما احللك كل مشاكلك في الانجليش. انا عاوزك في اقل وقت ممكن تلم الانجليش عشان تبدا مراجعه في اسرع وقت. فهسيب لك في الديسكريبشن برضو لينك فيديوهات مستر محمد الجلاد شارح المنهج كله كل يونت لوحدها. هتبدا كل يوم تسمع يونت كامله وتبدا تحل عليها، بحيث ان شاء الله خلال 8 ايام او اقل لو اخدت كل يوم مثلا وحدتين فانت في اقل وقت تقدر تلم المنهج كامل. هتبدأ تسمع اليونت كاملة بكلماتها بالجرامر بتاعها بالسكيلز بكل حاجة تخص اليونت دي، بحيث انك تخلصها كلها. كده الحمد لله انا خلصت لك كل حاجة تخص الانجليش، ما فضلش بس غير كتب المراجعة النهائية، وده كنا اتكلمنا عليه في فيديو لوحده، فيديو أهم كتب المراجعة النهائية. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضه، بص عليه إن شاء الله هيفيدك. اتكلمنا عليه في كل حاجة تخص الكتب فلازم تشوف. طبعا لو عندك أي سؤال يخص الإنجليش أو يخص أي مادة تانية هتسيبه في كومنت وإن شاء الله هرد عليك. عاوزك تتابع برضه سلسلة الفيديوهات اللي عملناها بنرد على أسئلتكم، بنرد على أسئلة مهمة جدا من أسئلتكم انتوا، إن شاء الله هتفيدكم جدا. اكتب لي إن شاء الله عاوز الفيديو الجاي نتكلم عن إيه، ولايك بقى واعمل سبسكرايب عشان بإذن الله تشوف الفيديوهات الجاية اللي هتكلم فيها حاجات مهمة جدا. بس كده يا شباب، كان معكم دكتور عمر صبري حسان. أتمنى ربنا يوفقكم جميعا لحقق كل اللي بتتمنوه.